بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم ان شاء الله راح اسوي تشيلي فراي، بس تشيلي فراي بالضلوع على اساس اطبخ بها بامية، بس رادوها تشيلي فراي. فهسه اول شي هو نحمس البصل. طبعا كمية البصل كل واحد بكيفه، ولو انا احب البصل بس قللت شوية اليوم. وهذا فلفل اسود ونعوفه ينحمس، يعني يذبل يعني تقريبا بدأ انحمس. هسه شوي نضيف له ملح، حسيت ان الملح قليل فبعد اضيف له شوي ملح، واخليه قطع مالت اللحم والضلوع. شوية ملح اللحم ونعوفه شوية، يعني لحد ما يقلبه شوية يصير شوية ياخذ لون، وارجع اقلبه على الجهة الثانية. هسه اني قلبتهم على الوجه الثاني، بس عبالك بعدهم يعني ابقى استمر اقلب بيهم، هما اكيد لا استووا ولا اخذوا اللون المطلوب، بس راح يبقون على النار لحد ما يحمصون. رحت اشر وجبة مال الملابس، اجيت لقيت تليفوني واقع بالطاولة، فذكرت فد واحد يقول احنا زوجاتنا يضحكون علينا، يقول انا مخلصة وقتي بس اطبخ. هو الطبخ الشي رادله، هي تدخل المطبخ 10 دقائق وتطلع. هساني دخلت سويت الاكلة 10 دقائق وطلعت، بس يا ترى هو درى ان هي هاي ال10 دقائق هي غسلت وجبتين ملابس، نظفت الصالة، نظفت الحمامات، ريقت الأولاد ودزتهم للمدارس، كلها هي سوت هي بهاي الدقيقتين. صحيح لولا؟ يلا المهم ما ناخذ غيبة أحد. هايدا أقلب بيه عبالك يراد لي نار شوية عالية، يمكن أعلي النار. أني نصيت لين دا أغسل ملابس. هسه هم عليت النار وهم غطيته، يعني حتى يصير بيه بخار ويحمص ويستوي نفس الوقت. هسه غطيته حتى يصير بيه بخار ويحمص ويستوي نفس الوقت. طبعا يعني عليت الطباخ شوي بدا يحمس. طبعا هي ماكو قاعدة للأكل، يعني كل واحد بكيفه. لا حد يقول ماكو ضلوع يصير تشيلي فراي، لا تصير ضلوع تشيلي فراي، حسب ما أولادي يرضوني يصير، ليش لا؟ ماكو فشي إلا أتمستا حسب السويديين، كل واحد بكيفه، باستثناء البامية ما تنطبخ بس بالطريقة العراقية. يعني هسه دا اقلب بيه على كل جهة، بس هو شوي شوي دا ياخذ اللون الحلو. احنا هنا ممنوع نشوي بالبالكونة، ولا لو شوي كان اطيب يصير. تسمعون هاي الشقشقة مالت اللحم؟ انا احبها هاي الشقشقة كلش. يعني هسه كليته مو اخذ اللون لون المحمص، بس يعني اخذ لون حلو. انتظره بعد شوية دقائق يمكن احسن.
واروح شوية للزرع مالتي. هاي قبل كم يوم اشتريت هاي عصا موسى، او ما اعرف شنو يسموها بالعراق، يمكن هي اسمها عصا موسى. فكل ما اشوفها اتذكر المسلسل مال حياة الفهد، ساق البامبو. خليت بيها قطعة فحم حتى ما تقطن، لان فد مرة مو فد مرة دائما كنت اشتري ويقطن. فسمعت مرة هذا الولد شنو اسمه بحيجيهات الله يستر عليه، عبد، قال خلوا قطعة فحم. فمن خليت لحد اليوم ديسك موجودة عندي، هسه اطلعها يعني ما شاء الله كبرت. هسه هاي خليت بهم. صحيح يقولون الا 3 او يعني عدد فردي على اساس حسد ما اعرف شنو ولا ما ادري. المهم هاي هم جدرت هنا عندي. هاي السجاد قبل سنتين انطتني اياه بنية، بس ما شاء الله كبر بسلة كبيرة كلش، خليته بالبلكونة وبعدين مات. وهسه بس هاي بقت من عنده، فدا جذره. ويا هواية انواع، ويا هاي انا اسميها ورقة الضفادع او مال حوض الضفادع، ما اعرف ليش ذكرني بالضفادع، ما اعرف يمكن لين دائما من اشوفها بالفيديوهات مال اليابانية او الصينية مال العناية بالزرع عندهم هيك احواض كبيرة، فاتوقعها مال الضفادع ما ادري ليش. وهاي جميلة جدا. هاي النوع لازم يوميا يرش، يعني يرش الفوق الورد، يحب هيك يرش بالمي واسقي. فكل ما مرات تلقيه ميت الصبح، خاصة هاي لقيتها ميتة، بعد سقيتها اليوم الصبح شلون رجعت انتعشت. يحب هيك المي يملي هي هاي الوردة، مو بس يعني واحد يخلي بيها مي، لا أول مرة يرشها منه. عندي هواية زرع بس ما أعرف أسماء. وهاي مالتي مكحلة جذرتها. وهاي اللبلاب ويا أنواع ما شاء الله حمص، يعني ما أعتقد بعد يحتاج هواية. أما أريد يختلف هسه أخلي له الطماطة. هاي كافي كلها كافي. وأعوفه شوي لحد ما ينشف المي مال الطماطة، أضيف له بعدين المعجون. وشوف إذا أريد أخلي له بهارات، بس يمكن أكتفي بالملح والفلفل الأسود أضيف. وهاي اللبلاب اللي اشتريتها قبل سنة ونقعتها يعني مي، وخليت لها قطعة فحم. يعني ما شاء الله شقدها صارت كلش كبيرة. كل فترة أطلعها، يعني أغسل الجذر مالتها وأبدل المي مالتها. هو من يشوف المي بس أنا ضفت له خاشوقة مال الأكل معجون. ويبقى بعد هو على النار لحد ما ينشف المي مالته ويستوي إن شاء الله. شوي خليت قشر من الليمون، عصرت نص ليمونة وخليت شوي من القشر مالتها. يمكن كمان بعد بالحقيقة ما أعرف إذا استوى أو لا، بس يلا هو هم صار له هواي على النار. وهاي اللبلاب اللي اشتريتها قبل سنة ونقعتها يعني مي، وخليت لها قطعة فحم. هذا عندي الورد هسه بدأ يفتح ما شاء الله. هذا كله ورد. وهذا جوا اللبلاب من صار جوا كلش. كم وصل لك اعتقد. هذا هو التبسيمات البارحة او
او التشيلي فراي. ما اعرف، يمكن على قولت يا اخواننا اللبنانيين مسقسق السقسق.